صباح الفل والجمال على الناس الحلوة. النهاردة هنعمل مع بعض السمبوسك والكفتة داوود باشا، بس في تكاية حلوة قوي للسمبوسك هتخلي طعمها في منتهى الجمال. هنا معايا كيلو من اللحم المفروم ده من غير دهن خالص، تمام. ومعايا ملح وفلفل وبهارات لحمة و7 فصوص توم و4 بصلات صغيرين. التتبيلة ديت للكيلو لحمة مفروم، تمام. ومعايا صوص ومعايا قرفة، تمام. الصويا صوص والقرفة ده على الكفتة، لكن السمبوسة هنحط عليها البهارات بتاعتنا ومعاها كوباية الزبادي. هنبتدي اول حاجة نتبل اول نص كيلو من اللحم المفروم. التتبيلة دي هقسمها على الاتنين هنا وهنا، هفضل اتبلها لغاية ما البهارات كلها توصل للحمة، عشان بعد كده هكورها واروح حطها في التلاجة. اسيبها كده تشرب التتبيله بتاعتها ونسيبها كور في التلاجة، عشان لما تيجي تطلعيها وتحمريها وتدوقيها يبقى طعمها في منتهى الجمال. تمام. هحط بعد كده شويه من القرفه، وبعد كده هحط شويه من صويا صوص. هبتدي اعزق في اللحمه. بصراحة كانت جميلة، حلوة حلوة حلوة، والتتبيلة بتاعتها في منتهى الجمال. انا هبتدي هنا اعملها كور. تمام. وبعد كده اروح حطها في التلاجة. هنيجي للجزء التاني، نص كيلو التاني. معايا البهارات اللي هو الملح والفلفل وبهارات اللحمة والثوم والبصل، برضو هعصق بيها اللحمة المفرومة بتاعتي عشان بعد كده هنزل بيها على النار. وادي هنا نزلت بيها بشوية زيت على النار. هبتدي اشوح اللحمة، عشان بعد ما اشوحها واللحمة تستوي اروح حاطة كوباية الزبادي. هنا معايا كوباية زبادي صغيرة، هبتدي اقلب بيها على اللحمة بعد ما خلاص ما تكون اللحمة استوت خالص. يعني كده اللحمة بتاعتي خلصت وجاهزة للحشو. هنا معايا سمبوسك، انا بحب استعمل الزهار، اللي هي علبة لونها سودا، بتبقى حلوة قوي، بتبقى واسعة كده وعريضة. انا بحب النوع ده. بصي بقى معايا وانا بلف الرول بتاع السمبوسك، جايبة معايا شوية مية ودقيق عشان اقفل اخر حاجة. اجيب واحدة تانية برضو، اروح حاطة شوية من اللحم المفروم والفها بالمنظر ده، وبعد كده ما انا حاطة في كوباية بولة صغيرة شوية مية ودقيق. هفضل اعمل كده بنفس النظام، وبعد كده هوريكم دلوقتي بتلفي المثلثة ازاي. ادهو لسه معايا اهو اللحمة المفرومة، احنا لسه في البدايات. هي اخدت مني وقت في اللف بس، لكن في طريقة التحضير ما اخدتش وقت، لان انا عملت العلبة بتاعة الزهار كلها. في ناس بتحب تلفها طويل، وفي ناس بتحب تلفها مثلث. انا من ده على ده، يعني حسب التوقيت بتاعي. تمام. هنعملها دلوقتي. هنلفها بقى المثلث، بتلفي بتجيبي المثلث كده بالمنظر ده، تتنيه على الشريطة التانية، وبتبتدي تحطي الحشو بتاعك، تمام. وتمشي معاها
زي ما هي ماشيه، زي ما الشريطه ماشيه بالظبط تمشي معاها لغايه ما توصلي للاخر وتروحي عاملاه بالميه والدقيق. سهله جدا وما فيهاش اي حاجه خالص يعني. هنعمل واحده كمان عشان بعد كده نكون مجهزين الطاسة على شوية زيت سخنين، وبعد كده بتروحي تنزلي بالسمبوسك بتاعتك عشان تحمريها وما بتاخدش منك وقت. هفضل اعملها بنفس النظام لغاية ما اخلص السمبوسك كلها بتاعتي. تمام. بعد كده هنجيب حبايتين من الطماطم وهنحط عليهم من معلقة ونص معلقتين صلصة عشان نحط فيها الكفتة بعد ما بنحمرها. هنحضر الصلصة بتاعة الكفتة. تمام. وبحط بعد كده ملح وفلفل وبهارات لحمة، بس هو ده اللي انا بحطه. واحط شوية من المية علشان الصلصة. تمام. ادي ملح وفلفل وبهارات لحمة مع بعض. وادي شوية من الشطة، ده الناس اللي بتحب الاكل مشطشط. وادي الصلصة بتاعتي بقت جاهزة. هاجي هنا في مقلاية هسخن الزيت وابتدي بعد كده انزل بالكور بتاعة الكفتة. هحمرها على الجنب ده، وبعد كده لما تتحمر حمرها على الناحية التانية وما فيهاش اي حاجة وسهلة جدا. واروح مطلعها في طبق على جنب، وادي بعد كده اروح نازلة بالكفتة جوه الصلصة. دي اكلة الناس الكسلانين، يعني اللي مش قادر يطبخ حاجة او يعمل حاجة ممكن يبقى يعملها. هنا في الزيت بتاع الكفتة رحت جايبة السمبوسك ورحت نازلة بيه. ما بياخدش وقت السمبوسك، بتاخديه 3 دقايق على الناحية اليمين و3 دقايق على الناحية الشمال بيكون استوى وطعمه في منتهى الجمال واللذاذة والحلاوة. وادي ده طبق السمبوسك بتاعي، وادي طبق الكفتة داوود باشا. يا رب ان شاء الله الحلقة تعجبكم. ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك، وبألف هنا.